السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الفاسدين الفاسقين. ثم أما بعد، هذا لايف صباحي في الفيسبوك بعد غياب طويل، باش نعلق على ما قاله وزير الاتصال عفوا. وفي نفس الوقت إن شاء الله راح تكون هذه الصفحة أبو سلمى الأندلسية اللي مكتوبة بالحروف اللاتينية أو بالفرنسي، راح تكون هي الصفحة الرسمية الآن، لأنه الصفحات الأخرى كلها محظورة. يعني كل يوم تأتيني إشعارات من الفيسبوك أن الصفحة لا تظهر وكذا، فهذه ما زال ما ضربوهاش. فإن شاء الله نحاولوا بإذن الله عز وجل نقولوا بعض الجمل المفيدة في هذه الصفحة، وأدعو الإخوة والأخوات كلهم يعني اللي يتابعونا في الصفحات الأخرى يجوا لهذه الصفحة، هي اللي راح تكون الآن الرسمية بإذن الله عز وجل. خلوكم على السريع اسمعوا دقيقة ماذا قال وزير الاتصال الجزائري لصحافة الكرتون، رغم أنه باش ما يكونش اللايف طويل ربما نعلق بدون أن أضع لكم كلام وزير الاتصال. صحافة الخرشف للأسف الشديد يعني كادوا يتسببون لنا في أزمات دبلوماسية مع دول، علما أنها رياضة جلد منفوخ. وعجبني كلامه لأنه كان متعدد الأهداف، لم يشخص إنسان واحد بعينه لكن أصاب الجميع. نهار تولي نتايا صحافي ومحلل سياسي ومدرب وسيبورتر وقاضي في نفس الوقت، جوج ومحامي، خاصة ركز على الدوري الجزائري، لأنه كاين ربما صحفي يتبع فريق معين، إذن ينسى المهنة تاعو أنه هو صحافي، لابد له أن لا ينحاز إلى فريقه كما يعمل الجميع في كل العالم. أنا أعرف معلقين في إسبانيا ربما يكون مادريديستا أو من البارسا أو كذا، لكن في الماتش لما يكون هو يعلق على المباراة لا يميل إلى فريقه، ما تحسش حتى وإذا سجل الفريق الخصم يشجع الفريق الخصم وكذا. هذه ثقافة يعني بديهيات. لكن للأسف الشديد ما يؤلمني وما يحزنني أنه ما فعله هؤلاء الصحفيين بين قوسين يعني أساء لنا. تشوف مواقع التواصل الاجتماعي ثم نعطوا الكرتوش للعديان باش يحكوا علينا. لهذا نوجه هنا رسالة هنا بين السطور للإخوة والأخوات، يا أخي الكريم كي يكون حادث، خاصة المعروفين لي زانفلونسور والمؤثرين والمؤثرات، كي يكون حادث وما على بالكش المآلات تاعو نهار تجي تحكيه، يا أخي دائما نقول لكم زعاف اليوم خلوه الغدوة، زعاف اليوم خليه الغدوة أخي الكريم. لأنه ممكن نتايا بالك بحسن نية راك تظن باللي هذا الموضوع راح يجيب لك البوز وكذا، بصح ممكن تكون عنده مآلات أخرى. ومانيش حاب نحكي على أمور بزاف تحدث، لأنه أحيانا الإنسان يكون هو المعتدي ويلبس دور الضحية ويدير النش وكذا، ومعروفين هذو رانا نوجهوا رسائل بين السطور. أو يحدث حدث معين وانت تظن انه لابد لك ويخولك ما على بالي شكون باش تحكي عليه. لا اخي الكريم كن عاقل خو، خير مواضيع اللي تجمع الامه، مواضيع اللي ما ديرناش النش، ما ديرناش المشاكل. او من الكره راح نولوا في نمسوا الامن القومي الوطني. يعني مجرد لعبه دخلتوها في البوليتيك وخرجتوا لها واحد الصوالح ولات حاجه كبيره اخو. فلهذا اشكر يعني وزير الاتصال وضع يده على الجرح، حطكم في بلاصتكم اخو.
اخدم خدمتك، انت رياضي عندك برنامج، عندك مقابله تحللها، ابقى في المقابله اخو. انت قد اللاعب قال من المفروض هذا كان بليسي يلعب الاخر وتحبس تما اخو، ما تخرجش من غرفه الملابس خلاص، لان الصلاحيات هذه ماهيش تاعك، ماهيش صلاحياتك اصلا. كثروا والله العظيم غير يذكروني بصحافه الباباراتزي او الباباراتسي في اسبانيا، خص غير يدوا الكاميرا وليزوم ويروحوا يتبعوا الناس، يتبعوا المدرب في كاش بلاصه، او دخل او شتوها في الغرفه الفلانيه، او خرج او ركب طوموبيل الفلانيه. هذا واش خاص؟ والله غير عيب عليكم، عيب. انا نشوف هكذايا نزابي، نشوف اعداء الامه، اعدائنا اكو تعطونهم في الكرتوش باش يهضروا علينا اخو ويسبوا فينا، وشوفوا شوفوا شوفوا، ولا داخلين انتم في اجنده التخريب والتحراك والفساد. اذا رساله وزير الاتصال كانت واضحه، وضوح الشمس في نهارها. المره الجايه اللي حب يدير النش ويخلط في امور كبار عليه تترتب عليها ربما امور واحده اخرى، يستدعى ويستجوب، واذا اقتضى الامر يعطوا له انذار ويقولوا له المره الجايه يلا روح خدم في التيك توك وصاي. راك تمثل بلاد يا صاحبي، راك تمثل وطن بحجم قاره. اذا كونوا عاقلين شويه. انا كاين بزاف محتويات وبزاف صوالح لا اريد ان اخوض فيها لانها لا تنفعنا، ما تنفعناش حنا في الوطن، بالعكس. علاش نزيد نمد الكرتوش انا العدياني؟ ومانيش حاب ندخلكم في مسائل، راكم تتبعوا انتم في التيك توك. قلت لكم دائما كي تشوفوا حادث اسال السؤال لماذا، ولماذا الان، وكما زاد لنا الدكتور نذير ومن المستفيد. علاش هذا الحادث يحكوا عليه الان بهذه الطريقه، وعلاش الان بالذات، وشكون هو المستفيد. خليك في كوره اخو، عندك بلاطو احكي في الكوره، وتدخل وتجيب، ونجيبوا الجوار الفلاني ونجيبوا المدرب الفلاني والعقد المادي والعقد المعنوي. نورمالمون راكم فهمتوا الرساله اخو، راكم فهمتوا الرساله. وكاين بعض الناس ما نحبوش نذكروهم بواحد الصوالح صراو لهم في وقت مضى ويفهموا، احنا نقولوا ما بال اقوام يفهموا مليح هذا الكلام. في وقت مضى كانت العلاقات القطريه السعوديه متوتره جدا، واحد الصحافي اعلامي معروف رياضي كتب تغريده في التويتر ضد السعوديه انذاك، وجابوا واحد قطري قال لهم ما دخلوك، نحن قطريون، ما دخلوك فينا، اهتم بالشأن تاعك. من هذاك الوقت مسح المنشور وما زادش هضر في هذاك الامر. اذا هذه الرساله كذلك عليك. حنا ماذا بينك وعندنا اعلام يجمع يوحد الصفوف خو، يدير الواعي. مواطن واعي يساوي وطن مزدهر متطور. مواطن واعي خو. عندكم كاميرات، عندكم الاستوديو، عندكم الميكروفونات، اختاروا محتوى اللي ينفع يا صاحبي. اختار محتوى شباب ويجيب لك اللي فيو، يجيب لك تيكون شباب خو، يقدروا يشوفوه الناس الاسره. او اللي تكلاشي وكيما جماعه التيك توك، هذا يكلاشي في هذا وهذا يكلاشي في الاخر. شد لسانك، دير فيه حجره ساعات، خمم قبل ما تطلق الكلمه اخو. زعف اليوم خليه الغدوه، وابقى في الكوره، ما تخرجش من الكوره كاع. والله العظيم غير بهدلتوا بينا الجناس. طلعوا مستوى اخو، خدم محتوى شباب، خدم حاجه اللي تنفع، وروح ركز على واحد صوالح داخلين في الدومين تاعك نستعرف بيك خو. روح خرب في واحد صوالح، قال هذا الملعب هذايا في القريه الفلانيه، دير نداء كاش رئيس بلديه ما عندوش قاعات رياضيه في البلديه تاعو، ولا القاعات هذيك يرثى لها، ولا انا نستعرف بيك خو. زومي وعيط ويجي الوالي ودير حس، تبوسي هذاك المير باش يخدم هذيك البلاصه، ولا يدير قاعات رياضيه في هذيك القريه ولا في هذيك المدينه. هاي الخدمه تاعك صحافي تاع رياضه، تبقى فيها، تخدمنا، تخدم البلاد.
تقدر تحرك بين الولايات، يعيطوا لك على موضوع معين، قالوا لا غير عندنا هنا واحد البلاصه ومهمشه وكلها الحشيش وكذا، ومن المفروض ماذا بينا نديروها لولادنا قاعه رياضه ولا نديروها مركز ثقافي ولا روح تما خذ دير الميكرو ودي الكاميرا من تاعك وروح بسيارتك ودير استجواب مع المواطنين واحكي. هذا هو الصحافي خو، يوصل رسالتك للسلطات العليا باش يعيطوا لهذاك المير، يعيط له الوالي، قال واش ورا هذا وعلاش هذا المشروع راه حابس. هكذا تبني بلاد خو، ما قاعد تحكي لي انت على الخرشف وتدخل في العقد المادي والعقد المعنوي وتضرب هذا بهذا وتسب في هذا. وراك رايح يا اخي الكريم بزاف. علاش ما تكلموش هذا الامر على كي صراو صوالح هادو في اوروبا؟ على ما تسقسوا شحال يخلص فلان شحال يخلص، على باليش انا المدرب الفلاني المدرب الفلاني. المهم انا والله غير عجبتني الرساله تاع وزير الاتصال، لهذا حبيت ندير هذه المداخله البسيطه، بالكش ما تجد اذان صاغيه عند المواطن. باختصار شديد خوتنا، هذه الصفحه ابو سلمى الاندلسي بالحروف اللاتينيه هي اللي راح تكون الان الصفحه الرسميه، لانها تظهر ماهيش كما الاخرين يعني يجوني اشعارات مباشره. والحاجه اللي تعجبني في هذا الفيسبوك انهم صرحاء، ممكن يضربوك يقولوا لك يكتبوا لك باللي يا ودي الصفحه تاعك رانا حاجبينها، اقل شيء تكون على بالك واش كاين، لانه ما همش تلحقهم الناس الاشعارات. فان شاء الله راح يكون ساعه ساعه وندير لكم فيديو هكذا خفيف ظريف على احداث ربما كما هذه وكذا، ونخلوا قناه اليوتيوب للمواضيع الاخرى السياسيه والجيوسياسيه. الحكايه وما فيها انه الجزائر رجعت لاهلها ومواليها، ومن اجل هذا تكالبت كل الاجناس عليها. كان معكم اخوكم ابو سلمى الاندلسي في هذا البث القصير من الفيسبوك. دمتم في رعايه الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.